السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 كتير. النهارده بقى طبعا جايلكم فيديو جديد. طبعا مش هوريكم بقى انا، مش هعلمكم ازاي بتغسلوا المواعين ولا ازاي بتنضفوا ولا ازاي بتروقوا، لا هو انا يعني بقالي كتير ما بعملش فيديوهات، فلقيت ان الموضوع وحشني جدا وانتوا وحشتوني قوي، فحبيت كده امسك الكاميرا واشغلها واللي كسلانة تقوم كده تروق معايا وتنضف وتظبط الدنيا. طبعا اليومين دول احنا مسحولين سحلة ما يعلم بها الا ربنا بسبب الامتحانات، والبنات طبعا دلوقتي عندي أسيل في سنة 5 ابتدائي، فمقضياها بقى امتحانات ودروس وحاجة يعني عنب. طبعا نازلين طالعين على الدروس وكده. وطبعا ربنا يوفق كل بناتنا وولادنا للامتحانات وما ينسوش كده حاجة من اللي هم ذاكروها، ويجعل تعبهم بفايدة بإذن الله، ويفرحونا بنجاحهم وتفوقهم إن شاء الله. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده قلت ايه افوق نفسي. جيت من الدرس، كنت نازلة أنا وأسيل الساعة 9 الصبح، كان عندنا درس ميعاده الساعة 10، بس هو في حتة بعيدة شوية عننا. فعقبال بقى ما نزلنا ورحنا وكده ورجعت بقى كنت خلاص مش شايفة قدامي. وطبعا كان في حبة المواعين الحلوين دول، رحت بقى ايه ماسكاهم. أول ما جيت نمت، وبعدين لما قمت بقى قلت لا لازم أقوم بعمل الغدا، وبس لازم أفوق شوية. فرحت بقى جايبة كيس الكوفي ميكس اللي انتوا شفتوه دوت، ورحت مفضيه. وللأسف ما لقيتش غيره قدامي في المحل اللي وقفت عنده يعني وكده، فاضطريت ان انا اجيبه. انا في العادي ان انا خلاص يعني مع المقاطعة، ومش بستخدم اي حاجة ضد المقاطعة، بس كنت مضطرة والله وقتها ان انا اجيب اي حاجة تفوقني، فاضطريت اجيبه. بس فحطيته كده، سخنت اللبن والمية وكده، وعملت ايه المج الحليوة ده وحطيته جنبي. قعدت بقى اغسل في المواعين، كانت المواعين كتيرة جدا بصراحة، وانا يعني كنت تعبانة، بس انا مبعرفش ابدأ اعمل الاكل ولا اعمل اي حاجة في حياتي في البيت الا بعد ما اغسل اي مواعين في الحوض. بعد كده احس بهدوء نفسي وارتياح نفسي وكل حاجة متظبطة بالنسبة لي وايه. وخلاص كده ابدأ بقى ايه اشوف انا ورايا ايه، اعمل الغدا، لو في حاجة ممكن اشربها، او حد من البنات عايز حاجة جنبي بيقعدوا مثلا براجع لهم. كل حاجة من واقفة في المطبخ. اه والله، يعني البنات بمجرد ما بدخل المطبخ ربنا يبارك لي فيهم يا رب، الاقيهم جم ورايا، اللي قاعدة تحت رجلي، اللي قاعدة على الكرسي. ماما اعمل ايه في دي، ماما المفروض هنا اعمل ايه. يعني بجد الام دي حاجة ربنا يخليني ليهم يا رب. ويقويني عليهم ويقوي كل ام على اولادها، وعلى تربية اولادها وبناتها وتعليمهم ورعايتهم ورعاية بيتها واكلهم وشربهم وصحتهم. يعني الام دي كل حاجة فعلا. فالحمد لله. طبعا احنا يعني انا حسيت دلوقتي قد ايه امي كانت بتتعب عشاننا. لما خلاص بقيت في وضع الام بقى ومسؤولة وزوجة وكل حاجة. فالحمد لله يعني. عايزة اوريكم المصفى ديت. طبعا المصفى البامبي ديت بتاعة خضروات، بس جميلة جدا. استخدمتها كصفاية. اخلص اجي بقى انضف الخضار او حاجة بصفي فيها. بجد جميلة جدا وعملية قوي قوي قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اي حاجة بلاقيها قدامي بغسلها، يعني مش لازم ابدأ بالمعالق الاول او كوبايات الاول او الاطباق الاول، لا اللي بلاقيه سهل قدامي. بس طبعا لكن الدهون او مثلا طاسة او حاجة فيها دهون بخليها في الاخر خالص، زي الصينية ديت اللي انتوا شايفينها الالمونيا. سبتها في الاخر علشان مثلا ايه الدهون اللي فيها برضو ما بتعملش ايه السفنجة بتاعة غسيل المواعين. عايزة صحيح قبل ما انسى ارحب بكل الناس الجديدة اللي جت عندي على القناة. بجد انتوا نورتوني وانتوا على راسي، وانا مبسوطة جدا جدا بوجودكم في القناة. وان شاء الله اعمل لكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو بالطريقة دي ان انا اتكلم معاكم واصور مثلا، هو انا المتاح ليا دلوقتي او المسموح ليا هو المطبخ. يعني ما ينفعش دلوقتي ان انا اصور في الشقة، او ان انا اصور صالون او اي اوضة في البيت او كده، لا ما بقاش مسموح نهائيا ليا ان انا اعمل حاجة زي ديت. او انا كمان ما بقتش حابة الموضوع ده ان انا مثلا اصور روتينات في البيت او كده. لا انا اخر مثلا معاكم وعملت اكلة اغسل معاكم مرة المطبخ،
ممكن اروق معاكم دولاب، انضفه، او اعمل حاجه جديده في المطبخ او كده. اكتر من كده يعني ما اظنش هتلاقوا معايا الروتينات ديت. لان بصراحه يعني زي ما بيقولوا كده العين حق. وانا جاتلي فتره كده، طبعا زي ما انتم ملاحظين ان انا بعدت كتير جدا عن اليوتيوب، او عن اي تصوير روتينات دي بقالي كتير جدا بسبب اللي حصل لي. بجد زي ما يكونوا ايه نكسه كده جت في حياتي، ان انا كنت بصور مثلا حاجات للبيت وكده. آمم جالي بعدها اكتئاب وتعب، مرضت يعني وكده، مش مجرد تعب نفسي أو حاجة، لا، لا، لأ، مرضت فعلًا. كنت بقيت ما بقيتش طايقة البيت، ما بقيتش طايقة أي حاجة. فزي ما تقولوا كده في نِفس كده، فاهمين إن هو مش كل حد بيشوف في حياتِك بيقول ما شاء الله، تبارك الله. لأ، الناس بتشوف الظاهر ليها، لا دي جميلة، دي حياتها وردي، دي حياتها مش عارفة إيه. ما حدش عارف حاجة، ما حدش يعني الدنيا مش وردي مع أي حد، الدنيا كلها مليانة. يعني كل واحد زي ما بيقولوا إيه بابه مقفول عليه باللي فيه. يعني ما حدش خالي من الهموم، ما حدش خالي من الأحزان، ما حدش خالي من الفرح. الحمد لله ربنا مقدر لكل واحد حياته، كاتب له ما فيش حد ناقص له ولا زايد على حياته حاجة. كل واحد واخد حقه تالت ومتلت، فاحنا بنقول الحمد لله في السراء والضراء. وراضيين بكل حاجة الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ف... فعشان كده أنا قررت وزوجي كمان قرر إن احنا ما نصورش أي حاجة داخل البيت. تمام. وبكده أكون خلصت معاكم الروتين البسيط دوت. يا رب أكون شجعت حد أو فدت حد، وما كنتش تقلت عليكم أو طولت عليكم. أسيبكم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.